الذوق يا اهل الذوق، كده الدنيا مش هتروق. طول عمرنا بنشوف ناس قليله الذوق وجلنفات في تعاملها، بس الموضوع زاد عن حده على الاقل بالنسبه لي. مش عارف انتوا كمان بقيتوا تلاحظوا الموضوع ده ولا الناس دي مش قصداني انا؟ هتبقى واقف مثلا عند بتاع الفول والطعميه صباحيه جمعه وعايزين بقى نفطر ان شاء الله فول وطعميه زي خلق الناس، وتبص تلاقي شاب صغنون قد ابني وبيسحلب برضه سحلوب دحلوب، وفي 13 واحد ولا 14 واحد واقفين في الطابور، وجاي يخطف الكاشير في كلمتين بقى، 2 طعميه وواحد فول وقرن فلفل حامي. يا اخي قرن فلفل حامي يدخل في ودنك ما يطلعش من الناحيه الثانيه عشان يفضل عامل لك التهاب في الاذن الوسطى، تعرف ان الله حق. يا ابني في دور، يروح باصص لك وصاغر ما انا خدت بالي، روح راجع وهو مطقطق دماغه. ايه يا سيدي زعلان مني اني بقول لك انا واقف مستني دوري، وابقى واقف عند عبد المعبود بتاع البن لا ليا ولا عليا، ومستني ربنا يديني طول العمر واقف اوصل لغايه الكاشير، واسبيق فوجئ برضه وانا واقف واحد جاي معدي عمل كده وراح شددني من كتفي وماشي. ايه يا استاذ رايح فين؟ انت بتشدني ليه كده؟ لا مؤاخذه ما خدتش بالي. ما خدتش بالك من ايه؟ ازاي ما خدتش بالك؟ كنت انت اديت اوردر لايدك انها تشدني. هو انا كوميديون واقف قدامك ولا بتنقل كورس الانتريه من جنب لجنب؟ ايه يا جدعان الاسلوب ده؟ هو انت ما سمعتش ككائن فضائي ان في عندنا كبشر بنتواصل باداه اسمها البق واتنين ودان؟ في حاجه اسمها بعد اذنك، في حاجه اسمها دور. امال شدتني من كتفي ليه؟ مين قال لك تمد ايدك على الحيز اللي ربنا خلقه لي؟ جسمي ده بتاعي، لا من حقك تلمسني ولا انا من حقي اعتدي على جسم حد. مين فيكم شاف اشكال زي كده؟ ويا ترى ايه تعاملكم معاهم؟ هل كنتوا بتكلموهم زي انا بكلمهم ونتناقش مع بعضينا، ولا بتطنشوا تقولوا مش مهم وتعدي، ولا كان بيبقى ليكوا رد فعل تاني؟ احنا طول عمرنا معروف ان احنا شعب يعرف الذوق، ما نبقاش بايدينا بنقضي على احلى حاجه فينا. وربنا يحميكم ويحفظكم من شر الناس اللي ما عندهاش اي ريحه الذوق. السلام عليكم، تتمسوا بالعافيه.